أهلا بيكم معايا والنهاردة اليوم العاشر من رمضان. يوم جميل وكان فيه انتصارات كتيرة، الحمد لله. بدر و6 أكتوبر، على الأقل. قد يكون فيه انتصارات تانية، فكل سنة وانتم طيبين وكل نصر. وفي لينا عظة وفي لينا آه منفعة بإن احنا نشوف ايه اللي حصل في الموقعة دي أو في الظرف ده، وايه اكشلي اللي جاب النجاحات، او حتى نستمتع. بس مش لازم يعني كل حاجة تبقى نقعد نفكر فيها ديبلي. كل حاجة ليها وقتها. فلو حسينا ان احنا عايزين نفكر ديبلي ونشوف ده حصل ازاي، قد يكون فيها دروس. ولو حاسين عايزين ناخدها لايتلي السنة دي ونحتفل بس كده، جميل جدا، مفيش ما يمنع. البني آدم مش على وتيرة واحدة، والا كان بقى روبوت. ودلوقتي حتى with AI ما اعتقدش الروبوتس هيبقوا على وتيره واحده زي الافلام بتاعتنا بتاعت زمان، اللي كانت بتتكلم او فيديو، يعني افلام سواء اجنبيه او عربيه. يعني انا الانسان الآلي، ماذا تريد ان تفعل اليوم؟ ما اعتقدش انه هيبقى كده anymore. المهم، النهارده الفزوره بتاعتنا نمره 10 بتتكلم على الخلوه مع النفس. امتى بتختلي بنفسك؟ امتى بتختلي بنفسك؟ والخلوة مع النفس تختلف طبعا عن الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. تختلف عن أي حاجة تانية. الخلوة مع النفس معناها إن أنا ونفسي فقط، من غير التليفون، من غير السوشيال ميديا، من غير التلفزيون، من غير الولاد، من غير الأحفاد، من غير الأزواج، من غير الأهالي، من غير تليفونات، يعني حد بيرن، يعني مش بس ان انا ماسكه الجهاز، من غير كمبيوتر. امتى بتختلي بنفسك؟ ايه الاوقات اللي بتحب فيها الخلوة مع نفسك؟ وبتعمل ايه فيها؟ يعني دي حاجة بتاعتك، مش لازم تقولها، لكن اقصد اقول الخلوة مع النفس ممكن البني ادم يكون بس عايز يقعد مع نفسه. يعني ايه عايز يقول؟ يا جماعة اوكي، انا هدخل الأوضة بتاعتي، أو هدخل أوضة المكتب، أو هدخل أوضة الصالون، أي أوضة بباب، أي حتة بباب، بلاش الحمام ده قوي. آه وهقفل الباب وهقعد بلا إلهاءات، بلا ديستراكشن، بلا تشتتات. بمعنى التليفون مقفول، مش هيرن، مش فيش مسج هتجيلي وانا مش واخده بالي، مفيش نوتيفيكيشن هتطلع وانا مش واخده بالي، مش هبص على ايميل، مش هحط التليفون اساسا في الاوضه اللي انا فيها. ومش معناها ان انا افتح كتاب برضه، لان الكتاب ممكن يكون برضه الهاء اخر، هو مختلف لانه بيساعدني اني افكر، بس هو شكل تاني. ايه اللي اعمله في الخلوه مع نفسي؟ في ناس بتحب لما تختلي بنفسها تغمض عينيها عشان تقلل كمان اي ديستراكشن جاي، سواء من ضوء او من صور او من اي حاجه. في ناس بتحب تسد ودانها كمان، اوكي، عشان تقلل ده، تقلل كل نويز موجود، ساعه بتدق، مروحه بتشتغل، دفايه شغاله، اي حاجه تانية. ففي ناس بتحب تسد ودانها وتغمض عينيها، ايهما او كلاهما، وتقعد، تحاول تقعد في سكون. قد ايه؟ زي ما انت عارف، 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة. ده تمرين، لو ما كناش بنعمله نقدر نبتدي نعمله ونزود الوقت، فنقدر نشوف ناخد وقت قد ايه عشان نعمل كده، وايه اللي هيحصل. عشان اقدر لما بنيجي نحاول نعمل كده، يحصل ان الافكار بتنط في دماغنا كتير بقى، الحاجات اللي انا كنت بلف فيها او كنت بعملها، ودماغي بتطلع تجري في مليون طريق.
ايه اللي كنت عايزه اعمله وما بعملوش، ايه اللي الولاد بيعملوا ايه، وساعات تكلمني عن المخاطر اللي هتحصل وانا حاسبهم وبتاع وعايز ايه، ساعات تكلمني عن المستقبل، مين اللي هيجي الساعه كام وانا لسه ما طبختش وما عملتش وما سويتش، او انا عندي شغل بكره وعايزه اجهز وعايزه اعمل. يعني هتلاقي ان الدماغ فيها افكار داخله ومتسارعه كده، داخله عماله عماله بومباردمنت. فعشان اخلو بنفسي واهدى ساعات بحتاج وقت شويه زياده. الافكار دي ساعات تاخدني، يعني ايه، بعد في امانه الله وبديت اهدى كده، وبعدين الفكره تجيب فكره تجيب فكره تجيب فكره، واحس ان انا دخلت في الشارع ده بقى وضربات قلبي سريعه بقى وقلقت ولازم اقوم اجري او اقوم افتح الباب وابص على الناس، او يعني عارفين كده يعني. فاحنا اللي هنحاول نعمله ان احنا نحاول نركز على النفس بس، نفس داخل ونفس خارج. نفس داخل ونفس خارج، نفس داخل ونفس خارج. واقدر اعمل كده لحد ما اهدى او اهدي صراع الافكار اللي موجود في بالي. من الطرق اللي اهدي بيها الصراع اللي موجود في دماغي او الافكار دي، احنا اتفقنا واحد منها النفس، مش معناه 3 انفاس بس، معناه على قد ما تقدر لحد ما تحس ان نفسك انتظم وبقى ماشي بشكل تلقائي، مش انت مش عامله. اوكي. في بعض الناس بتعمل تمرينات مختلفه. اول تمرين اني اركز مع نفسي الاول، اشوفه بيعمل ايه لوحده. يعني انا نفسي شالو من على الوش، ما باخدش نفس عميق، ولا باخد نفس عميق في العادي. إيه لما باخد النفس الشهيق اكتر من الزفير. يعني في بعض الناس بتاخد شهيق والزفير اسرع، وفي ناس تعمل العكس، الشهيق والزفير اطول. ففي بعض المدارس بتقول اول حاجه لما تيجي تهدي نفسك، اتفرج يعني من جواك وداخلك كده على نفسك الطبيعي شكله ايه. ولما تدركه، ده معناه انك هتركز معاه، ابتدي اعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها، زي مثلا انك تاخد النفس في 4 عدات وتكتم النفس 4 عدات، وبعدين تعمل الزفير في 6 عدات او 8 عدات. وبيقولوا ان لما نعمل الزفير في عدد اطول من الشهيق، ده بيساعد الجسم ان هو يبتدي يهدى. أوكي؟ فده احد الاكزامبلز، او سوري، احد التمارين اللي تساعد البني ادم ان هو يهدي نفسه ويبقى حاضر في الوقت ده. من الحاجات اللي ممكن تساعد البني آدم لو الأفكار بتتصارع، إنه يبص على الفكرة في صورتين حلوين. صورة منهم على إنها سحاب، الولاد بيعملوا إيه وتعدي، جوزي راح فين دلوقتي يعدي، ما كويتش الهدوم وأنا رايحة الشغل الصبح وتعدي، أنا بحاول أخليها تعدي. طبعا دلوقتي بما إننا بنعمل سوايب نقدر نخليها سوايب، بس السحابة في العادي بتمشي بسرعة أقل من السوايب. فالسحابة فكرة إن أنا أشوف الفكرة على إنها سحابة واشوفها في دماغي على انها بتعدي، it can help me relax عشان هي ابطأ، مفيش مشكله. في فكره تانية للي مش غاوي سما وسحاب، ان انا اخليها كانها على ورقه شجر، وورقه الشجر دي ماشيه في ميه، في مجرى ماء، واشوفها انها بتمشي كده في سلام. اوكي. اي افكار خوف بقى، قلق، آه في ممكن تفكر انت في فكره تانية، تفكر في ان الفكره دي كانها ريشة، أو كأنها طير، كأنها حمامة، وأنت ماسكها في إيدك وبتخليها to let it go، بتطير. وممكن في letting it go دي أخليني بفوض أمري فيها لله. بمعنى دماغي بقى شغالة، الولاد كانوا قاعدين بره بيلعبوا، وامبارح لما لعبوا مع بعض اتخانقوا، فمش عايزة أطلع ألاقي حد مفتوح ولا مخبوط ولا هيعيط. طبعا لما باجي داخلة وعندي أولاد بقول للولاد يا حبايبي أنا قدامي 15 minutes كده، لما الساعة تروح العقرب يروح فين هطلع تاني، وأعمل كده. فهاخد التليفون احط الارم، اوكي، وانقي مزيكا كويسه ما تسرعنيش عشان الموضوع ما يبوظش. فاقول لهم واقول لهم العبوا اللعبه دي لو هم مش كرييتيف.
فهنلعب مثلا ده لحد ما اجي، هنتفرج على ده لحد ما اجي، حاجه زي كده، متاكده ان هم في امان، مفيش كهرباء، مفيش حاجه مفتوحه فكده. امي ولا جدتي ولا ابويا اكبر مني وعايشين معايا، طبعا اكبر مني طبيعي لكن عايشين معايا في البيت، ماشي، او جوزي او زوجتي وعندي ليا اخواتي عايشين معايا في البيت، ايفر اللي قاعد معايا، وانا داخله ده هقول لهم يا جماعه انا داخله دلوقتي الأوضة وقدامي نص ساعة وابقى اطلع تاني، محدش يخبط عليا لو سمحت، unless ان البيت هيولع، محدش يخبط عليا، ان محدش يقتحم خلوتي، واتركوني مع الله. جميل، بحيث ان انا اأهل الناس اللي حواليا واعرفهم ان انا في المكان، كأن عندي اجتماع، زي اجتماعنا مع نفسي، الخلوة مع نفسي. اوكي، مهمة، اجتماع مهم. واهدى جواها، احد الطرق ان اهدى جواها زي ما اتفقنا اننا نشيل الديستراكشنز، نظلم الاضاءه، كل واحد حسب ما بيحب بقى. في ناس بتحب انها تفتح الشباك او تقعد في البلكونه، مش لازم تقعد في الاوضه. لو البلكونه بالنسبه لي ما فيهاش حاجات تعمل لي ديستراكشنز عاليه، يعني على جنينه هاديه، على ميه الله، على بحيره، لو بصيف على بحر وصوت البحر بالنسبه لي حلو، جميل جدا جدا. لو انا بحب السينز دي، بحب السينري دي، ان انا يبقى قدامي خضره ولا يبقى قدامي بحر او يبقى قدامي شلال، وما عنديش يا جماعه عقلي بيعرف يتخيل، فاقدر احط الموسيقى دي موجوده، احطها تلاقوها موجوده في كل حته. لو ما عنديش اي اب فيها اي مزيكا، اخش على يوتيوب واكتب مثلا سي ويفز مثلا، اوكي، بس ديفينتلي في حاجات كتيره تقدر تساعد على ده. لو دخلتوا على ساوند كلاود مثلا، من الابس اللي اتعلمتها منكم يا شباب، واكتب مثلا ريلاكسنج ميوزك لو ده بحاجه بتريحني، او اكتب ان هي واتر ساوندز، كل الحاجات دي ممكن الاقيها بحيث انها تنقلني للحته او للمكان اللي عايزه اروح له عشان اهدى وابقى مع نفسي. اوكي، لو ما عنديش كل الحاجات دي، تخيلاتي اكبر من اي حاجه في الدنيا، يعني عقلي عنده قدره عنيفه على التخيل، فاغمض عينيا وانظم نفسي واتخيل موج البحر، والموجه تجري ورا الموجه، عايزه بطولها زي ما بتقول ام كلثوم الله يرحمها، واشوف الموجه دي. ممكن يكون عندي انا فيديوهات قديمه بتاعتي كنت مسجله فيها بحر او موج لو حابه، بس ممكن بس اتخيل، وكل ما هتخيل كل ما الصورة هتبان أكتر وهتوضح أكتر، وكل ما أسكت وأسكت الأصوات اللي جوايا هقدر أسمع. لما الوقت يهدى أو الوقت يخلص actually، أفتح عينيا، آخد نفس عميق، أحمد ربنا إنه اداني المكان اللي أقدر أدخل فيه وأختلي بنفسي، أحمد ربنا إنه ألهمني إني آخد الوقت ده مع نفسي ويسره ليا، أحمد ربنا إنه ساعدني إن أنا أهدى وأخلو بنفسي وأطمن عليها. بعض الحاجات اللي لو تحبوا تجربوها وانتوا تخيلوا، طبطبوا على نفسكم يا جماعة. ساعات ما بيكفيناش الطبطبة اللي بنلاقيها من اللي حوالينا، مهما طبطبوا ساعات بنحتاجها أكتر، فتعلموا تطبطبوا على نفسكم بطرق كتيرة، أحدها الطبطبة الحقيقية، ليها فايدة كبيرة. أوكي؟ بتريح، تهدي. أوكي؟ مش شرط أحتاج ناس من بره، وجودهم قيمة مضافة رائعة، نعمة.
بس انشغالهم بحياتهم أو احتياجاتهم دي حاجة أحترمها وأقدرها. لكن ربنا خلق لي إيدين وخلق لي طرق أقدر أخلي بيها بالي من نفسي، فعلاقتي بالناس ما تبقاش قائمة على احتياجي ليهم. يعني إحنا هنحتاج بعض ده فور شور يعني، هيبقى على إن اللي بيديهولي ده كريم شانتيه وكريز اون توب، جميل ورائع واستمتع بيه، بس الكيكه لسه كيكه، والكيكه لسه بتاعتي، وانا قادره ان انا اعملها واستمتع بيها. لما بيبقى عندكم وقت للخلوه مع نفسكم، امتى بيكون الوقت ده وبتعملوا فيه ايه؟ واذا ما كانش عندكم ولسه الفكره جديده وما عملتوهاش، تحبوا تعملوها امتى؟ امتى اجمل وقت ممكن تخلو فيه مع نفسك وتهدى وتطبطب على نفسك وتاخدها في حضنك إلى حد ما، وكمان تقول لها everything is going to be okay، كل حاجة is okay، كله خير، إن شاء الله خير، لعله خير، لا تحزن إن الله معنا. okay؟ وقولها لنفسك ربي معاي، ربنا عالم بي، ربنا سمعني. وانت بتهدي نفسك او انت بتهدي نفسك امتى تحب تلاقي الوقت ده مع نفسك؟ في ناس ممكن تعملها بعد الصلاة، في ناس ممكن تعملها الفجر، في ناس ممكن تعملها بالليل بعد القيام او قبل القيام. okay؟ في ناس تعملها، مش هقترح وانتوا سايقين طبعا ديفينتلي، في ناس تعملها برضو بعد العصاري بس من غير ام كلثوم، من غير اي حاجه، بس مع النفس. لما نعملها في الوقت القليل ده نقدر نعمل شويه زياده بقى ونحط معاها الحاجه اللي احنا عايزاها. عايزين شويه ام كلثوم ماشي، عايزين شويه جراتيتيود نكتب اللي العرفان اللي احنا بنشكر ربنا عليه ماشي. اجان انت الماستر بتاع نفسك، انت your best expert. انا بس هنا عشان اسبارك اعمل شرارة بتقول الخلوة مع النفس تحب تعملها امتى، ودي شوية examples عشان انت اللي تطلع او انت اللي تطلعي بتعملي ده ازاي تأيفيه ليكي لو حابة انك تاخدي الكلام ده وتستعملي ليه. شكرا ليكم واتمنى لكم كل خير واشوفكم بكرة ان شاء الله. باي باي.